قُل لي بصراحة كده، كدبت على ابنك كام مرّة، وفي كل مرّة كنت بتقول عليها دي كدبة صغنونة يعني ما هتعدّي؟ تعالَ أحكي لك النهارده على موقف من مواقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الأطفال وبناء الأمم والحضارات. بس قبل ما أحكي لكم عن الموقف خلّيني أأكد تاني على مبدأ القدوة، إن الأطفال بتتعلم من القدوة اللي هي بابا وماما المشاهدة. باسمعهم بيقولوا إيه، باشوفهم بيعملوا إيه، وبامشي على نفس الخط. ففي يوم من الأيام كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع بالمسلمين في بيت أحد الصحابة بيحضروا لغزوة أحد، ودي كانت غزوة صعبة. النبي بينما هو قاعد مع المسلمين بيلمح في ركن البيت عمالة بتنده، اللي هي تقريبا مرات صاحب البيت، بتنده على ابنها من بعيد، عمالة تقول له تعالى خد، والولد مش معبرها طبعا، فماسكة في ايديها حاجة كده بتقول له تعالى لأعطيك. فسيدنا النبي وقف كلام مع المسلمين وسألها: أمعك شيء تعطيه إياه؟ هو احنا في ايه ولا في ايه يا رسول الله؟ طيب. فردت عليه وقالت له: نعم معي تمرة. فسيدنا النبي بص لها وقال لها: أما والله لو لم يكن معك شيء لكتبت عليك كذبة. مش هضحك عليكم، أنا لما سمعت القصة دي أنا قلبي وقع في رجلي وحسيت إنه ما احنا كتير يعني بنسرح بالعيال فعلا ونقول خلاص مش مهم، بس اتضح إنه مهم جدا. بصوا، هي الفكرة هنا مش في الحدث نفسه أو في تصرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هو تصرف طبعا راقي جدا، وهكذا تبنى الأمم والحضارات على القيم القوية بجد، إن إحنا ما بنكدبش ولو حتى على طفل صغير. ولكن الشاهد هنا هو توقيت الحديث، إن أنا قطعت كلام مع المسلمين في حدث مهم زي ده، أنا بحضر لغزوة، ووقف الكلام عشان كله إلا الكذب، حتى لو كان على طفل صغير، لأن الطفل ده في يوم من الأيام هيكبر وهيقلدك، لو بتكدبي هيكدب. وكلموني بقى عن شعور الولد الصغير ده وهو سامع سيدنا النبي بيقول لمامته: اوعي تكوني بتكدبي عليه. يا نهار ابيض، للدرجة دي حرصك يا سيدنا محمد على ان انا ما يتكدبش عليا؟ انا مهمة للدرجة دي؟ انت مهمة للدرجة دي. طلعت الاطفال مهمة للدرجة دي ان احنا نوقف لها احاديث الكبار علشان نديهم قيمتهم واحترامهم. وكلموني عن اللي استقر في قلب وعقل الام، إنها للدرجة دي محتاجة تكون حريصة في كل كلمة بتطلعها على ابنها، وابنها بيشوفها بتقوله وبتعمله. الإنسان اللي ملوش قدوة، ما عندوش حد كبير يتعلم منه حاجات كتيرة قوي عن نفسه وعن الدنيا، تايه وتعبان. اختار لنفسك قدوة تعلم منها وامشي وراها. وفي التربية مفيش قدوة أحسن من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.